مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا مستمعينا ومشاهدينا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. يسعد لي مساكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيف عزيز الدكتور أحمد أخصائي بالأمراض العصبية عند الأطفال. اسمحوا لي رحب بضيفي الدكتور أحمد. يسعد مساك. أهلا وسهلا، يسعد مساكم ومتابعينكم. مستمعينا رح نكون على مدى 3/4 ساعة أو أقل حسب الموضوع. أكيد يلي حابب ينضم لنا فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 وعبر الواتساب 093 82 80 81 4 عبر رسالة عبر الواتساب. أيضا عبر البث المباشر مثل ما ذكرنا على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. عبر أي تعليق فيكم تكتبوا السؤال ورح نجاوب عليه أكيد. بشكر زملائي مروان وشيرين على البث المباشر والكنترول، ورح نبدأ حلقتنا. مستمعينا ومشاهدينا، اليوم اخترنا موضوع كتير مهم، الدكتور رح يحكينا عن موضوع مهم، هو الصداع عند الأطفال. يا ترى عادة نحن من المتعارف أنه الصداع بيكون عند الكبار نتيجة ظروف معينة، ولكن عند الأطفال سابقا كان انه الطبيب يتوجه او الوالدين يتوجهوا انه هالمريض هذا يا اما عليه مصاب بمرض معدي او كذا. فاليوم في اسباب كتير مهمة رح يشرح لنا اياها الدكتور احمد، في يعني علاج وتشخيص وامور كتير رح يحكي لنا عنها، هي مهمة كتير. بتمنى من الاباء والامهات الكل يستفيدوا من هالحلقة، وبتمنى منكم ان تشاركوا رابط الحلقة لحتى أصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمة جدا. حقيقة نحن بنعاني من مؤخرا من هالحالات هاي. دكتور، هل هناك حالات صداع عند الأطفال ومراجعين عندكم بالعيادة؟ طبعا حبينا ننقي هالموضوع هذا. طبعا يمكن موضوع غريب عن الأهل أو المتابعين، يعني إنه كتير عالم تسألنا مثلا يعني إنه معقول هل شيء شائع كتير عند الأطفال، يعني الصداع مثلا إنه الطفل يوجع راسه أو طفل معقول يراجع العيادة مشان وجع راس. طبعا الصداع عند الأطفال من أكثر الحالات الشائعة اللي تمر علينا على العيادة تقريبا. يعني يعني حتى كنا نحكي شوي إنه تقريبا ما في يوم أو يوم يمر معنا حالة أو حالتين بيجوا عندنا الأطفال فيها العيادة مع أهلهم بيشكوا من يعني عندهم هالشكوى، هي شكوى الصداع عند الأطفال. يعني ابننا عم يوجعوا راسه، ابننا صارنا فترة عم يوجعوا راسه. فمشان هيك حبينا نحكي بهالموضوع هذا. الصداع عند الأطفال حالة شائعة كتير، تقريبا بنشوفها بشكل يومي عندنا بعياداتنا، وهلا إن شاء الله رح نعطي الموضوع حقه ونحكي عنه. يعني أكيد دكتور. هلا الطفل لما بيراجع العيادة، معروف إنه أي مريض بيراجع العيادة فينه يشرح القصة السريرية إذا صح التعبير عم نحكيها، إنه بيوصف المرض تبعه أو الحالة تبعيته. الطفل عندكم أحيانا بيكون الطفل ما بيعرف يعبر أو يشرح الوصف الوجع. عندكم كيف تتداركوا الموضوع؟ هو مشان هيك عم نقول يعني العالم تتفاجأ منه، يعني كيف الطفل بيشكي انه يقول والله عندي راسي عم يوجعني او عنده هالشكوى. هاي المهمة كتير عند الاطفال. مثل ما حكينا الصداع عند الاطفال حالة شائعة كتير. هلا رح احكي شوية ارقام مشان الاهالي يعرفوا ايش قد الموضوع مهم. هلا اخر دراسات انعملت، يعني في دراسة سويدية 4% من الاطفال عملوا دراسة واسعة كتير بالسويد، 4% من الاطفال عندهم شكوى صداع. 4% من الاطفال كان عندهم شكوى صداع. هلا دراسات اللي بكتبنا بكتب العصبية عند الأطفال بيقول من 5 إلى 10% من الأطفال، 5 إلى 10% من الأطفال بين عمر 5 إلى 10 سنوات رح يشكوا عندهم هالشكوى هاي مرض، يعني شكوى الصداع. 5 إلى 10% طبعا رقم كتير كبير إن احنا نعتبر يعني 5 إلى 10%. يعني من كل 10 في واحد رح يمر على عيادة أطفال إنه ابني عم يشكي من راسه. يعني تمام. طبعا الغريب الاهل يقول يعني كيف الطفل بيقول بيشكي من راسه. هلا معظم الاطفال فوق عمر 10 سنوات هدول يعني تقريبا بيشكوا، بنقول نحن عندنا وجع بالراس، بيعطوا وصف تقريبا شبه كامل لحالتهم. يعني هلا الاطفال تقريبا من 6 الى 10 سنوات كمان معظمهم بيحكوا الوجع هذا، او الاهالي هن اللي بيحكوا لنا انه بالبيت هيك عم يشكوا، البيت هيك عم يحكوا لنا انه الطفل عم يشكي من راسه. هلا نحن في شغله مهمه كتير بدنا نحكيها، هن الاطفال نسميهم الاطفال الدارجين، يعني اللي بلشوا يمشوا جديد، يعني الحركه من تقريبا من سنه ونص او سنتين لحتى ل6 سنوات، نحن مسميهم هدول الاطفال الدارجين.
هدول الشكاوي عندهم ما بيكون، والله نادر جدا ما طفل عمره 4-5 سنين، والله هلا حاليا بهالوقت هذا الاطفال صاروا يحكوا يعني. بس نادر جدا يصير معنا والله راسي عم يوجعني او في عندي وجع بالراس يعني. فهدول بتشوف مثلا خاصة الاطفال بين سنة ونص سنتين بيجوا مثلا بحالات هياج، حياة بكاء غير مفسر. ممكن احيانا بيجنوا والله دكتور ابني صاير كتير عم يفرك بعينه بهالفتره هاي، او مثلا كتير بيشد بشعره، بيعمل حركات بشعره يعني. في كتير حالات عم تصير معنا. او مثلا ابني هالفتره هاي بحس فجاه بده يطفي الضوء، او غرفه بده عتمه، بده الغرفه عتمه يعني. او مثلا طفلي صار هالفتره هاي قلق مثلا، صار كان عنده قريبه وشي صار عنده شويه قلق، بحسه مو مرتاح ابني يعني. هالشكاوى هات كثير معه. تفحص الطفل يا اخي ابني ما في عليه حراره، ما في عليه شيء، بس هيك ما بعرف حسه عم يفرك بأدانيه، بيفرك بشعره، عم يفرك بعيونه. حسيته خاصه الاطفال عمر السنه ضايج ابني هالفتره هاي مثلا. فهالعمار هاي بتجينا بكثير هالشكاوي هاي. طبعا الاهل بيقول ما بنعرف السبب هذا. ممكن يكون طبعا مو ضروري كل طفل يفرق بعينه يكون عنده صداع، بس احيانا الحالات هاي لما نفحص الطفل فحص كامل ما بيكون في شيء محدد يعني. فممكن يكون احد شكاوى الصداع عند الاطفال. هلا العمر الاكبر من مثل ما حكينا لك يعني غالبا بيوصفوا الصداع انه راسي بيوجعني، او عندي وجع بالراس، او عندي يعني فيني يقدر يوصف الحاله هاي يعني. تماما. دكتور، اهم الامور المتعلقه بالصداع يا ترى شو هي؟ هلا الصداع طبعا في كتير لما الطفل او الاهل يجوا يخبرونا انه راس ابننا يوجعنا او في حاله صداع عند الطفل، نحن بنفصل شوي بشكوى الصداع يعني. هل يا ترى الصداع حالة جديدة يعني هالفترة هاي صاير، أم صداع مزمن صار له 6 شهور السنة؟ هل الصداع بيجي يوم أو يومين 3 باليوم، أم بشكل متكرر موجود؟ هالحالات اللي لازم الأهل دائما يدققوا عليها يعني، يعرفوا التفاصيل هاي. في حرارة مع الصداع، في الطفل عم يستفرغ ولا لا مع الصداع، الطفل عم يغيب عن المدرسة من وجع راسه ولا لا يعني. الطفل في عنده غياب عن المدرسة، إنه الطفل هذا ممكن لدرجة إنه يترك المدرسة ويرجع البيت من وجع راسه. الطفل بيفيق من النوم من وجع راسه ولا لا. الطفل، هالأسئلة كلها مهمة. هلا رح نعرف شو أسبابها، شو فائدة كل سؤال من هالأسئلة هاي يعني. الطفل عم يستفرغ الصبح لما بيفيق. أيوة. الطفل في إقياء قصدي الصبح. الطفل مثلا مرق يعني هالفترة هاي حاس إنه نفسيته تعبانة مثلا، بحب يقعد لحاله، بحب يقعد بالضوء. هالطفل هذا مثلا نسأله في مشاكل عنده، في حتى مشاكل عائلية بالبيت، أو حتى في مشاكل بالمدرسة مع الطفل هذا. كل هالمواضيع هاي بتهمنا كتير بالحالات اللي بتجينا الصداع عند الأطفال يعني. أكيد. حابب أذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا على الموجة 103.5 هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور أحمد، أخصائي بالأمراض العصبية عند الأطفال. أي حدا عنده أي سؤال فينه يشيل السماعة وما يتردد يحكي معنا، أكيد الدكتور رح يجاوب عنا سؤاله. عم نحكي عن موضوع صداع، أكيد الدكتور شرح لنا إياها أنه شو هو هذا الصداع، ورح نحكي أكيد في تفاصيل مهمة كتير بحب انه الجميع يستفيد منها. فيكم تنضموا عبر الاتصال بالرقم الارضي 429 101 على الواتساب برسالة 093 82 80 81 4 على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. عبر أي تعليق فيكم تكتبوا السؤال ورح نجاوب عليه. دكتور، ذكرتوا من شوي انه موضوع المدرسة والدراسة، يا ترى الدراسة او المدرسة او البيئة المحيطة لهالطفل هذا له علاقة بهالصداع هذا؟ هلا الصداع يعني بدول العالم حتى والدول الأوروبية بيفسروا إنه كتير يعني من أهم أسباب إنه تغيب عن المدرسة وعدد أيام التغياب عن المدرسة هو هالشكوى هاي الصداع عند الأطفال. أيوة. يعني كتير بيدققوا على هالشغلة هاي. تمام. حتى نحن نقيم شدة الصداع أو نقيم إنه درجة خطورة الصداع بحسب عدد الأيام اللي يغيب فيها عن المدرسة. حتى في حالات يعني الطفل بيتحجج بالصداع مشان يغيب عن المدرسة. هاي شغلة كتير مهمة حابين نحكي فيها، إنه كتير مرات بيجون عنا الأهالي مثلا نفحص فحص كامل الطفل ما في شيء يعني. طفل نحاول نطمن الأهل، يرجعوا لعنا بعد 10-15 يوم يا دكتور طفلي يعني ما عم يروح على المدرسة من وجع راسه. نحب نقول إنه هذا الطفل ممكن طبعا يعني بعد نعمل فحص تحاليل كل شيء، ممكن أحيانا يكون هالطفل عنده مشاكل بالمدرسة يعني صار يتحجج بأي حجة مشان يغيب عن المدرسة من وراء فوبيا معينة، لا فوبيا محددة، يمكن مشاكل بالمدرسة، خوف من أنسة، خوف من استاذ، تنمر. هاي الموضوع كتير مهم يعني موضوع التنمر. حتى موضوع يعني إذا ما بنحكي حتى موضوع المنافسة بالمدرسة، أهالي كتير يضغطوا على أولادهم مثلا
انه مثلا ليش ما طلعت الاول، ليش راح منك العلامه، او حتى يعني احيانا ينحط الطفل بوسط تنافسي يعني يكون اكبر من مستواه مثلا. تماما. حتى مثلا خاصه اولاد الانسات واولاد الاساتذه بالمدرسه منافسه دائما بيحاولوا يحطوا اولادهم مثلا بين الشاطرين مثلا يعني مشان يعني نقول والله خلي ابننا يصير احسن او يصير انه يصير يحتك مع عدوى ايجابيه يعني. فهذا عدوى ايجابيه. فهذا الطفل احيانا هالتنافسيه هاي ما يقدر يعني ما عم يقدر يلحق هالمستوى هذا، ما عم يقدر ينافس اللي حوالينه يعني بهالدرجه هاي امكانيات يعني. فتشوف بيتحجج او حتى يتوتر في شيء اسمه صداع الشده، بدنا نحكي عنه بعدين يعني تمام، صداع التوتر وصداع الشده. فالطفل هذا ممكن يشكي من وجع الصداع، طبعا ممكن يكون السبب هو التوتر والقلق، وممكن يكون هو الصداع حجه مشان يغيب عن المدرسه. فكتير بتصير معنا الحالات هاي. حقيقة معلومات مهمة كتير، ولسه الأهم لسه لقدامه أكيد ضمن الحلقة راح يشرح لنا إياه دكتور. الصداع له أنواع يا ترى، وشو هن أهم أنواع الصداع عند الأطفال؟ هلا قبل ما نحكي بأنواع الصداع بحب طمن الأهل إنه معظم حالات الصداع عند الأطفال الشكاوى اللي تمر علينا، معظم الحالات يعني حتى أقول لك أكثر من 96% من الحالات هي حالات سليمة. يعني ما بيكون الطفل ما عنده مشاكل. أيوة. بيكون الطفل ما عنده مرض عضوي أو مرض بحد ذاته. إذا بدنا نحكي من أهم أسباب يعني الصداع، مثل ما حكينا إنه 5 إلى 10% من الأطفال ممكن يشكوا من الصداع. من هال5 إلى 10% من الأطفال، طبعا هالجملة هاي ممكن كتير عالم تتفاجأ منها يعني 75% من أسباب الصداع عند الأطفال هو النوبة الشقيقة. أيوة، النوبة الشقيقة عند الأطفال. يعني يقدر 75 يعني الطفل إذا 100 طفل شكوا من راسهم ممكن 75% ممكن يكون عندهم نوبة شقيقة تكون مرة معهم. الأهالي كتير يتفاجئوا لعنا لما يجوا لعنا يقولون يا دكتور يعني الطفل عنده شقيقة. هي شقيقة عبارة عن آلية توسع أو توسع وعية أو آلية الجملة الوعية الدماغية، والطفل عنده جملة وعية بدماغه. فليش غريب الموضوع يعني. فكتير بيتفاجئوا هالجملة، يعني الطفل وشقيق هالجملة بيسمعها كتير. تمام. كتير بيسمعها. طفل ما بيتقبلوا الفكرة نوعا ما. مو ما يتقبلوا، يتفاجئوا منها. خليك ترجيف منه ما يتقبلوا الفكرة كمان يعني. فكتير بيخبرونا انه يا دكتور طفل شقيقة، يعني معقول طفل عنده شقيقة؟ ايه طفل بالعكس يعني الشقيقة من اهم اسباب الصداع عند الاطفال. في كتير اسباب. هلا بدنا اول شيء نحكيهم ترتيب، بعدين ممكن نفصل بتفاصيلهم. يعني في شيء اسمه صداع الشقيقة، في الصداع العضوي اللي يكون فيه مشاكل عند الطفل يعني. في عنده الصداع بنسميه حتى الكافيين، ممكن يكون صداع العنقودي عند الاطفال. في ممكن يكون الصداع التوتري او النفسي بيجي عادة من الأعمار فوق 10 سنوات، رح نحكي فيها. أشياء سبب هو صداع الشقيقة عند الأطفال أو صداع التوتري فوق عمر 10 سنوات ممكن نقول. هلا في يمكن خطأ شائع عند الكثير من العالم، يعني طبعا مو خطأ، يمكن انه دائما مثلا نشوف الطفل لما الطفل يوجع راسه اول يعني دائما ما في طفل 70% من الحالات الاطفال لما بيجوا لعنا بصداع راس بيكون شايفين طبيب عينيه. اكيد يعني بيكون شايفين طبيب عينيه، بيتوجهوا للطبيب انه من وجع عينه، من عينه على راسه عم يوجعه يعني. تمام. انه طفل فعلا هلا بس نحكي باعراض الشقيقه فعلا في اعراض كثير عينيه بتجي يعني. تمام. هلا فينا نحكي يعني السبب العيني او اسواء الانكسار، خلينا نحكي مثلا يعني كسبب للصداع عند الاطفال نحن نسميه حاله نادره كتير. يعني من الحالات القليله جدا يعني. تمام. يعني في كتير اسباب شائعه بعدين تجي قدامنا انه السبب العيني انه هو السبب اللي ممكن تصير عند الاطفال يعني. تماما. رح اذكر مستمعينا ومشاهدينا هي بالحلقه عم يعملوا تاج لبعض، اكيد في حالات عند الاشخاص اللي عم يعملوا لهم تاجات، فبتمنى يعني بتشاركوا رابط الحلقه لحتى اصدقائكم يستفيدوا من هالمعلومات القيمه جدا. حقيقه مؤخرا التكنولوجيا والتطور هذا صار نقمه على العوائل، نقمه على الاباء والامهات، انه صار في له اثار سلبيه على الاطفال، وهن يعني اللي عم يعطوا أو يحطوا الضريبة. فحابب أنه ذكركم أي حدا حب ينضم للحلقة أو البرنامج، باب الأسئلة مفتوحة عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101. طبعا رح نروح لفاصل بعد ما نذيع الأرقام. أيضا عبر الاتصال بالواتساب بالرسالة فيكم تنضموا لنا 093 82 80 81 4. مشاهدين عبر البث المباشر مثل ما ذكرت، أي حدا حابب
ينضم فيكم تكتبوا برسالة عبر البث المباشر، أو بتحسوا أنه في حدا عنده حالة معينة اعملوا له تاج لحتى يشوفوا الحلقة ويستفيدوا منها. موضوع مهم كتير، وللأسف هو صار شائع، ومراجعين العيادات أطفال العيادات العصبية عند الأطفال أكيد حالات كتيرة. فاصل صغير وبنرجع، خلوكم معنا. رجعنا لكم من جديد مستمعي إذاعة بويا اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. طبعا ضيفي بالاستديو الدكتور أحمد أخصائي بأمراض الأطفال عند الأطفال، أمراض العصبية عند الأطفال. حكينا مؤخرا عن الشقيقة أو أنواع الصداع. رح الدكتور يحكي لنا عن موضوع الشقيقة اللي هو مهم كتير، يعني بشكل إشارة تعجب عند الآباء والأمهات. يا ترى الأطفال والشقيقة، دكتور الشقيقة وأنواعها عند مراجعينكم. طبعا رح نحكي عن الشقيقة تمام مشان الأهل يطمنوا، لأنه بصراحة لما بيجوا لعنا العيادات موضوع الصداع عندهم كتير مقلق. يعني كل شيء عندنا عادي، كل شيء يتعلق بالدماغ بيعمل قلق عند الأهل كتير يعني. فرح نحكي عن تفاصيلهم مشان لما الأهل يشوفوا الأعراض هاي عند الطفل تبعهم يعني ما يخافوا. يعني كتير بيرتعبوا، مثلا راسنا عم يوجعوا، كل طفل يعني بيجونا يعني معظمهم مرعوبين ابني راسه عم يوجعه، معناته في مشكله يعني تمام. فلما نحكي بهالتفاصيل هاي مشان الاهل يطمنوا انه مو كل طفل عنده صداع معناته عنده مشكله كبيره، يعني آفة دماغيه او مشاكل. هلا رح نحكي ايمت يخافوا ايمت ما يخافوا، بس بحب طمنوا يعني بدنا نحكي هالتفاصيل هاي مشان يطمنوا انه مثلا لا معناته ابني وضعه ان شاء الله كويس يعني، ما يخافوا كتير يعني. هلا الشقيقه طبعا بحد ذاتها في لها انواع تمام، نسميه الشقيقه الشائعه او الشقيقه التقليديه، في كتير الانواع. رح نحكي بشكل هيك عام عن الشقيقه مشان الاهل يعني. هلا مثل ما انه هي من الحالات الشائعه كتير عند الاطفال، يعني كتير حالات شائعه عند الاطفال. 50% من حالات الشقيقه بعد عمر 10 سنوات غالبا بيتحسنوا. هلا اي صداع عندنا بنقول اي نوبات صداع متكرره، اي نوبات صداع متكرره مترافقه مع 3 من هدول رح نحكيهم، فهو شقيقه حتى يثبت العكس. يعني هو غالبا شقيقه حتى يثبت العكس يعني. هلا اذا كان نوبات صداع مترافقه مع الم بطني، اذا كان نوبه صداع مترافقه مع غثيان او وقياع، اذا كان الصداع نابض، طبعا نادر ما الطفل يقول له انه عندي صداع نابض، صعب يوصف الا الاطفال اللي عندهم اعمارهم فوق 10 سنين بيوصفوا لك اياها تماما يعني. لما يكون احادي الجانب يعني طرف واحد بس. نعم. لما يكون في قصة عائلية إيجابية، يعني حدا من العائلة يكون عنده شقيقة مشخصة تماما. لما هاي الجملة كتير مهمة. لما الأعراض تزول عند النوم، يعني الطفل كتير أولاد بيقول لنا دكتور نحن نحب ننام مشان نرتاح، يعني زوال الأعراض أثناء النوم هي أحد يعني الشغلات اللي بتشير لنا كتير عن نوبة الشقيقة عند الأطفال. لما يكون الطفل عنده نسميه نسمة أو أعراض حسية أو حركية، مثلا الطفل بيقول والله دكتور حاسس عيوني أحيانا عم يتشوش بشوف خطوط قدام عيني، ممكن هدول كمان أحد أعراض الشقيقة. فلما نشوف نوبة صداع متكررة بتضل يوم أو يومين وبعدين بتترافق مع 3 من هدول اللي حكيناهم، فممكن يكون نوبة شقيقة عند الأطفال. هل هيك معلومات عامة يعني. الشقيقة بتكون شائعة عند الذكور أكثر من الإناث تحت 10 سنوات. أيوة. فترة المراهقة ممكن تصير عند الإناث أكثر بحكم التأثيرات الهرمونية. نعم. الهرمونية سبب غير معروف. أيوة. يعني السبب إنه ليش الطفل ليش عنده نوبة شقيقة هي طبعا غير سبب غير معروف. أصغر طفل تشخص له شقيقة بالكتب الطبية كان عمره سنة. تمام. يعني أصغر طفل تم تشخيصه نحن نسميه الحالات الطبية. نعم. أو التاريخ الطبي يعني. سجلوا حالات إنه طفل حتى عمره السنة ممكن يتشخص نوبة. في دراسات كتيرة مذكورة إنه الطفل كان عمره سنة تشخص نوبة الشقيقة. فالحالة شائعة كتير عند الأطفال، ممكن بأي عمر كمان ممكن نشوفه. الشقيقة من نوعين. في نوع بتيجي بنسميه مع بدون نسمة أو مع نسمة. شو يعني بدون نسمة أو مع نسمة؟ يعني بتيجي بدون أعراض حسية أو عينية أو حركية. تمام. بيجي فجأة نوبة صداع تكون مع غثيان أو وقياع.
يعني الطفل بيجي يوم أو يومين أو 3 بيشكو من نوبات صداع متكررة أثناء اليوم، وغالبا هالطفل هذا بيستفرغ. هلا لما الطفل يستفرغ الأهل كتير بيخافوا. أكيد. ليش عم نحكي هالمعلومة هاي؟ مشان ما كل طفل صار عنده وجع راس واستفرغ بيركضوا إنه ابنه يخاف. طبعا يراجعوا الطبيب، من حقه يراجعوا، بس ما في شيء خوف. مو كل طفل، خاصة إذا ما في حرارة يعني. حلو. أهم شيء لما ما يكون في حرارة عالية كتير، فالحالة هاي ما تخوف كتير يعني. تمام. في حالات بتجي نسميه مع نسمة، اسمها هي الشقيقة مع نسمة. شرح لنا اياها دكتور. ايه هاي مع نسمة بحب اشرحها كتير لانه كتير عالم تتخربط فيها. في منهم بيشخصوها نوبات صرع، في منهم بيشخصوها بنوبات مثلا انه والله عندهم مشكلة بدماغهم، او حتى بيراجعوا الاطباء العينية. هاي مع نسمة عادة بتسبق نوبة الصداع، بتجي يا اما بصرية يا اما حسية، ممكن تكون حركية. تمام. كيف البصرية؟ يعني احيانا بتجي الطفل بيشوف اضواء قدام عينه، تمام، او حتى ممكن يكون في احيانا اهلاسات بصريه، او حتى ممكن يكون زجزاج، خطوط الزجزاج. مش هيك بيراجعوا الاطباء العينيه كتير قبل ما يجوا لعنا يعني. تمام. فالاهل مشان ما يخافوا يعني، ممكن يعني ما في مشاكل كتير كبيره عندهم يعني. او ممكن تكون مسميه اعراض حسيه، انه خدر، مسميه خدر او تنميل حول الفم، كتير بتصير عندهم حالات هاي. او حتى خدر وتنميل باليدين، بروده بالطرف هاي مسميه صداع العنقودي. ممكن يجي عندنا كمان نحكي فيها. فخدر او تنميل باليدين كمان بيجوا لعنا دكتور يعني، حاس والابنه عم يشكي من يدينه كتير يعني قبل ما يجي وجع الراس. كمان الحالات لا تخاف منها كتير يعني بالفحص ان شاء الله بيكون الوضع يعني بتطمن الاهل انه ما في شيء خوف يعني. هل هالامور هاي كلها بتوجهكم انه الحاله هاي هي شقيقه؟ ممكن يعني نوبه شقيقه ممكن يعني. تمام دكتور. دائما باي مرض ما في امور مسببه، عوامل مؤهبه. وهون بموضوع الشقيقه يا ترى في عوامل محرضه لهالشيء هذا؟ بالاضافه لانه الشقيقه مثل ما ذكرتم من شوي بترجعوا احيانا بالقصه السريريه لا القصة العائلية، يعني يا ترى في العامل الوراثي بيلعب دوره أو لا؟ هلا شقيقة معظم حالات الشقيقة بتيجي بمحرض، يعني بيكون في محرض للحالة الشقيقة يعني. تمام. ممكن يكون تأثير هرموني مثل ما قلنا عنه عند البنات أثناء البلوغ، ممكن يزيد عنده الحالة. ممكن يكون شدة أو قلق، يعني القلق أو شدة عند الأطفال كتير بتصير معهم. مشان هيك نحن لما بالعيادة معظم الحالات اللي تمر معنا هي بعد ما يفوتوا الولاد على المدرسة، صح، أو قبل الامتحانات، خوف من أو حتى قبل النتائج. كتير بتمرنا الحالات هاي إنه يجي نوبة الشقيقة هاي. تمام. فهاي الوقت المدرسة كتير مهم عند الأطفال إنه بتجون هالنوبة هاي. في يعني مشان نحكي عن المحرضات، في كتير أطعمة يعني طبعا دائما نقول للأهل إنه حاولوا تبعدوا عنها يعني. تمام. هي كمان يعني مثل الجوز، الشوكولا، يعني الشوكولا من أهم الحالات المحرضة. الكولا هاي كمان نحط فيها الأطعمة الجاهزة بشكل عام. بشكل عام الأطعمة الجاهزة اللي بياكلوها كمان كلها من الحالات اللي ممكن تحرض نوبة الشقيقة. هي نحن دائما نقولها بعدوا عنا، حاولوا تبعدوا عنا. فممكن تكون حتى هي من النوب. الصوت العالي، الضوضاء العالية. تمام. نحكي عن صوت الضوضاء العالي، نحكي عن موضوع الموبايلات. نحكي عن موضوع الموبايلات كتير. يعني كتير هاي مهم. نقول مثلا الطفل حاولوا تبعدوا عن الضوء. لا دكتور يعني بعدوا عن التوتر، بعدوا عن الصوت العالي، بعدوا عن القلق، بعدوا عن الإضاءة العالية. يا دكتور عم خفف له الضوء، عم خفف له الضوء، وما عم نروح على مكان في ضجة وبيكون ابنه عنده تاب. صوت التاب عالي كتير، تماما، بوبجي، توتر، قلق، دم، كلها شغلات هاي. والله دكتور نحس انه لسه في عم يشكي من راسه. يعني موضوع الموبايلات وموضوع التام، موضوع انه البعد عن التلفزيون، نوعية الالعاب هي كلها حالات بتعمل صداع عند الأطفال، سواء كان محرض للشقيقة أو حتى الصداع التوتري عند الأطفال. يعني ممكن يعمل نوع توتر عند الأطفال هاي الحالات هاي. فهاي المحرضات هاي دائما نحكي عنها انه هي من المحرضات لنوبة الشقيقة يعني. حقيقة معلومات جدا جدا مهمة، وبتمنى من الآباء والأمهات أنه يستفيدوا من هاللقاء هذا ويسمعوا لنا، ومثل ما ذكرت أنه تشاركوا رابط الحلقة لحتى يضل أرشيف عندكم ويستفيدوا مستمعينا ومشاهدينا. دكتور، بعد ما تشخص الطفل عندكم أنه هذا شقيقة بعد الفحص السريري والإجراءات اللي بتقوموا فيها، يا ترى العلاج الشقيقة والوقاية منه شو هو دكتور؟ طبعا تشخيص الشقيقة، حتى نحكي عن تشخيص الشقيقة، هي بالنفي الأسباب الأخرى. يعني لما يكون فحص طبيعي
اهم شيء بعد الشغلات اللي نخاف منها مثلا عند اسنان نوبات الصداع، فهون شخصنا نوبة الشقيقة كيف بدنا نعالج. هلا في معلومة حلوة كتير وبتمر معنا كتير بالعياداتنا، انه تقريبا اكثر يعني فينا نقول من 25 ل 50% من الحالات، هي النسبة العالمية، وعندنا كمان كتير حالات تصير معنا بعد ما نفحص الطفل ونطمن للأهل، بعد ما نفحص الطفل وطمن الأهل، حتى إذا طفل كبير تحكي معه شوي وتطمنه كمان، يعني نسبة 25 ل 50% من الحالات الطفل بيتحسن أو النوبة بتتباعد كتير مجرد طمنت الطفل. تمام مجرد تطمن الطفل وتطمن العامل النفسي مهم كتير، حتى تطمن الأهل. يعني دائما نحكي دائما للأهل إنه خلص لا يعني لا تكبروا القصة كتير، يعني أريحية يعني ايه الأهل كتير بيكونوا متوترين، موضوع الصداع كتير متوترين يعني. صح. يعني مثلا حتى عم نخبروا انه اهم سبب اهم حالة وقاية انه انتم لا تعملوا الضغط على الطفل، مو كل ما شكى من راسه دقيقة او دقيقتين تركضوا فيه على طول. خلاص بما انه كان فحصه طبيعي فحصناه فحصه كامل طبيعي، الطبيب طمنك، فلا تعملي مثلا انه والله مثلا كل ما شكى من راسه تعطي حبة نص حبة او شراب سيتامول او شراب بروفين. لا يعني لا تعطوا الموضوع اكثر من قيمته بما انه الطفل انه الطبيب طمنكم يعني. هلا ايمت ممكن نعالج نوبة الشقيقة؟ طبعا مثل ما حكينا كمان الحالات الوقائية، يعني مثلا اذا الطفل نشوف شو عنده مشاكل بالمدرسة، يعني كتير معنا حالات انه الطفل بعد ما نحكي معه والله في اولاد تنمر، طفلين 3 كل يوم عم يضربوه، تمام، فبيبطل يروح على المدرسة، أو حتى من القلق بيصير بيشكي من راسه، أو والله مثلا أنا خايف ما أجيب علامات عالية، أو أهلي بيضغطوا عليش ما تجيب علامات عالية. فهي الوقاية أو بالحالة طمأنت الأهل وطمأنت الطفل كتير حالة مهمة كتير. هل إيمت نعالج وقائيا؟ طبعا العلاج نوبة الشقيقة في عندنا النوبة الحادة يعني أثناء النوبة، تمام، وفي خارج أوقات النوبة. هي شقيقة نوبة بتيجي نوبة يعني. صح. هلا اثناء النوبه يعني عاده نحن ممكن نعطي سيتامول شراب، او حسب عمر الطفل يعني ممكن نعطي شراب بروفين. هدول الاشياء شيء بنستخدمهم يعني اثناء النوبه، هاي اهم شيء. طبعا نقول للطفل يعني خليه يكون مرتاح، اذا كتير يشكى من راسه يكون نعتم الوضع اللي حواليه، خليه يبتعد عن الصوت، يبتعد عن الموبايل، يبتعد عن الضجه اللي حواليه. هاي نوبه اثناء النوبه الحاده يعني. تمام. في حالات نوبه شقيقه بتيجي مثلا طفل بيستفرغ كتير، يعني بيكون حالات كتير كمان الاهل بيخافوا، لا نقول طمنه خليه يشرب سوائل كتير، فكتير بيرتاحوا عليها. ايمت نوبة الوقائية؟ في حالات شقيقة مثلا لما بتصير أكثر من 2 ل 4 نوب شهريا. لما بتصير النوبة بتيجي مثلا يوم أو يومين بس، بتتكرر 2 أو 3 بالشهر، من 2 ل 4 مرات بالشهر، أو لما يصير في عنده تغيب مدرسة كتير، يعني صار طفل يتغيب عن المدرسة أو يتأثر عن نشاطه اليومي بشكل يوم، فهدول ممكن نعطي على حالات وقائية، علاجات وقائية. طبعا في كتير علاجات وقائية، هي حتى العلاجات الوقائية غريبة يعني شوي لما بنعطيهم للأهل، يعني بنقول دكتور يعني معقول هالعلاجات هاي تنعطى؟ يعني ممكن نعطي حصيرات بيتا مسميه بروبرانولول، هاي بنعطى بحالات القلبية، بس الدراسات أكدت بتفيد كتير. الأسلم بيناتهم هو الأميتريبتيلين، مكتوب هي مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقة يعني. تمام. طبعا مسموح فيه ينعطى عند الأطفال يعني. أيوة. مسموح ينعطى عند الأطفال، حتى أحيانا الأهل في منهم اللي بيقرأوا الوصفة أو يقرأوا شغلات لا بأس دكتور يعني إيه يعني دكتور يعني ليش يعني ما في، لا تخافوا يعني خلاص هالقصص هاي لما الطبيب يكتب دواء لا تخافوا كتير منه يعني. تمام. بالضبط. يعني الأهل نشرح لهم هاي مو للاكتئاب، هي عالميا عملوا دراسات، عملوا دراسات شافوا إنه هل الدواء هذا بيفيد بالحالات الصداع عند الأطفال يعني. هاي عالميا حطوا في آليات كتيرة، فما فينا نشرح كل الآليات هاي، فهذا الدواء بيفيد كتير بهالحالات هاي. تمام. فمش هيك نحن بنعطيه هون يعني. حتى من يعني نحن ما بنعطي بصراحة هون مشان مجتمعنا بصراحة. حتى مضادات الاختلاج، مضادات الصرع عالميا بينعطى بحالات الحالات الشقيقة أو حالات الصداع عند الأطفال. هون بصراحة ما عم نعطي يعني طبعا. خوفا من اسم الدواء يعني. تماما من اسم الدواء. فمعظم الأطفال بيستفيدوا على العلاجات هاي، بيرتاحوا الأهل نفسيا، بيرتاحوا والله النوبة خفت كتير، مع أنه ما بننصح بالعلاجات كتير يعني. نحاول نطمن الأهل إنه مثلا خلص اعتمدوا على الدعم النفسي، اعتمدوا على الطمأنة، اعتمدوا على السوائل، خلي يشربوا سوائل كتير مثلا، بعدوا عن الكولا، بعدوا عن شغلات المحركة، العوامل المسببة يعني. فلما يصير الموضوع مقلق كتير عند الأهل ممكن نعطي علاجات يستفيدوا منها. تمام. أكيد. دكتور،
ضمن سياق حديثكم من شوي ذكرتوا موضوع انه الصداع العضوي انه يكون في مرض او في آفة معينة. يا ترى هل يوجد اسباب خطيرة للصداع؟ هلا هي نادرة كتير، يعني نحن نسميه الصداع العضوي، يعني هي بصراحة من الحالات النادرة كتير ممكن تمر معنا. طبعا يعني ممكن يكون حتى أورام دماغية، ممكن يكون التهاب سحايا، ممكن يكون التهاب دماغ، ممكن يكون تشوهات وعائية، في كتير أسباب كتير ممكن تكون خطيرة يكون هو السبب الصداع. بس هدول الأعراض بالعادة بتترافق مع أعراض كتيرة، مثلا يعني بيكون في حرارة عالية كتير، بيكون في طفل عنده إخياء عالي كتير، عنده تبدل بالشخصية، هذا نسميه صداع عضوي يعني. يعني حاب طمن الأهل كتير إن هاي الحالات نادرة كتير يعني. أيوة. تمام، يعني مو كل طفل يشكي من راسه ما عنده هالمرض هذا، لا، بيكون في أعراض تانية مترافقة معه. أما الصداع الخفيف، الصداع اللي بيجي يومين ثلاثة وبعدين يروح، الصداع اللي مثلا بيجي مثلا بس لما ياخد شراب بروفين يرتاح، فهذول غالبا حالات مخطرة يعني. تماما. يا ترى دكتور، كمان من شوي حكيتوا عن موضوع العين، وانه الطفل عم يأشر على عينه او يفرك عينه، او مثلا عم يضرب براسه او يشد شعره بمناطق معينة. دكتور، يوجد اسباب عينية او اخرى للصداع مثلا؟ هلا فيك حكينا عن اشياء على الاسباب اللي ممكن تعمل الصداع. في كتير حالات ممكن تسبب الصداع عند الاطفال. ممكن نسميه صداع التوتري او صداع الشدة، هي تقريبا قليل ما نشوفها تحت عمر 10 سنوات يعني أنا بلاحظ إن الفترة هي صار تيجي تحت 10 سنوات يعني بعمر المدرسة، يعني صار يجوا كتير يعني. بس حسب كتبنا إنه غالبا بتيجي بعد عمر 10 سنوات الطفل فيه يوصف أحسن نوبة الصداع يعني. في عندنا صداع ما بعد الرضع، أحيانا الطفل يكون آكل ضربة على الواقع كتير يعني. بصراحة هي حالة شائعة كتير يعني. الطفل كتير بيوقع على راسه، يأكل ضربة على راسهم، فالأهل بيجوا قلق كتير. يا دكتور صار يومين الطفل يوقع راسه من يومين ثلاثة ولسه بيشكي من راسه، وبيكونوا عاملين مثلا طبقي، عاملين كل شيء فحص، بس يجوا خايفين، ما في قياءات، ما في شيء. بيجي دكتور يعني نحن خايفين لسه يكون في مشكلة بس ما عرفناها. لا، في شيء اسمه صداع أو متلازمة ما بعد الرضع. أيوة. أو صداع ما بعد الرضع. فهاي ممكن يومين ثلاثة حتى أسبوع الطفل يشكي من راسه بعد الوقع أو بعد الصداع. لا تخاف، بما إنه عاملين صورة طبيعية والوضع الطفل فحصه طبيعي، فكمان ما تخافوا يعني. حالة شائعة كتير يعني. في أعراض يعني عينية مثل ما خلنا نقول نادرة كتير عند الأطفال. حتى الأسنان يعني مثلا، حتى أحيانا الألم كتير بيشكوا كمان. الألم السني إنه هو سبب للصداع كمان من الحالات النادرة كتير نحن نشوفها يعني، على عكس المتبع إنه هي حالة شائعة كتير يعني. لا، هي من الحالات القليلة يمكن كسبب للصداع. الانتانات الفيروسية أيضا، يعني الانتانات الفيروسية، طفل مقرب عنده قريب، طفل عنده التهاب لوزات قيحي، تمام يعني شائع كتير. مثلا بيجوا يعني مثلا تقول الطفل عنده التهاب، طب الدكتور ممكن ليش وجع راس؟ اي حاله انتانيه ممكن يعمل صداع. فالانتانات الفيروسيه، التهاب لوزات القيحي، كل هاي الحالات، هاي الحراره بحد ذاتها لما الطفل يكون عنده اي سبب حراره ممكن يكون يعمل صداع. احيانا الطفل بيجي بيكون عنده حراره عاليه كتير، حاله انتانيه مثلا، يبكي كتير. يعني يقول لك طب ليش ابني عم يبكي كتير؟ يعني ممكن يكون حد اسباب انه هو طفل عنده صداع يعني من التهاب اللوزات او من الحاله الانتانيه اللي صاير عنده الحاله هي يعني. في كتير اسباب للصداع. تماما. دكتور، ايمت انه نخاف من الصداع وايمت لازم انه نراجع الطبيب؟ هلا هذا سؤال كتير مهم صراحه. طبعا حكينا كل شيء عن الصداع طبعا. انه مثلا حالات معظمها ما تخوف. طب ايه، انا قاعد بالبيت، انا اهل اب او ام تماما، قاعد بالبيت وابني عم يشكي من راسه وضل عم يشكي. طب ايمت تخاف؟ نحن نسميه ريد فلاج او العلامات الحمراء بالحالات يعني. ايمت نراجع؟ ايمت لازم خاف؟ ايمت نراجع فورا حتى لو كان مثلا خارج اوقات الدوام العياده او حتى بالليل؟ ايمت لازم نراجع الطبيب باسرع وقت ممكن. هلا نسميه ريد فلاج او العلامات الحمراء. هالحالات اذا شفتوا اي حاله من الحالات هاي عند الطفل فلازم تخافوا. اما بقيه الحالات اللي معظمها تمام بيجونا، فهدول الحالات غالبا حالات عابره ما بتخوف ابدا، رح نحكيهم شوي. هلا ايمت نخاف؟ البدايه السريعه للاعراض، البدايه السريعه لاول او اسوأ صداع عند الطفل. يعني الطفل ما كان يشكي ابدا من نوبه صداع قبل، وفجاه صار عنده نوبه صداع شديده، او يمكن اسوأ نوبه صداع تمر على الطفل هذا. تمام، هاي لازم نسال عنها، لازم الطفل يراجع الطبيب باسرع وقت ممكن او حتى اي مشفى قريب عنه. الترقي الصداع،
يعني الطفل بلش الصداع خفيف، خلال أسبوع صار الصداع عم يترقى، يعني صار يصير أشد، مو والله إجا نوبة صداع خفيفة يوم تيجي ساعة تيجي ساعتين. هلا صداع الشقيقة أو صداع التوتي أو العنقودي مثلا، صداع الشقيقة بتيجي من ساعة ل3 ساعات، ممكن ل6 ساعات بعدين تخف. أما الصداع اللي يستمر طول النهار طول اليوم وبتزداد، هاي في شارة استفهام عليها. أما الصداع اللي يستمر من ساعة لساعتين فهي غالبا نوبية، ما نخاف منها. مثلا صداع العنقودي ممكن يستمر من 30 ثانية أو من 30 دقيقة ل60 دقيقة مثلا، تمام. هاي. أما الصداع المترقي اللي صار يومي وخلال 4 5 6 أيام عم يترقى، الطفل صار ينزعج منه كتير، فلازم نحاول نراجع الطبيب أسرع وقت ممكن. لما يترافق الصداع، هلا ما حكينا، لما يترافق الصداع مع أعراض جهازية. شو يعني أعراض جهازية؟ يعني الطفل صار عنده حرارة عالية كتير، صار عنده فقدان وزن مثلا خلال فترة شهر أو شهرين، صار عنده نقص وزن، فقدان شهية، صار عنده مثلا خمول. حرارة عالية كتير، صار عنده خمول. فهي ممكن نراجع فيها. لما يجينا بأعراض عصبية بؤرية، أنا بحكي الجملة العلمية وبعدين بحاول أشرحها. أكيد. لما يجينا بأعراض عصبية بؤرية، شو يعني أعصاب؟ لما الطفل يصير عنده خزق مثلا، أحد من أطرافه ما بقى يتحرك. لما صار مثلا طرف واحد مثلا، طرف إيد ما بقى يحركه، فهي مسميه أعراض عصبية بؤرية. منطقة من الجسم تغير فيها شيء، فهدول لازم نراجع طبيب. بصراحة يعني بيمر علينا حالات انه مثلا تشوف بيجي الطفل كان يشكي من راسه، والله حسينا ايده يعني حركتها وبيجونا بعد وقت متأخر كتير، بعد شهر او بعد شهرين كمان من الاعراض هاي. فلما اي صداع بيترافق مع عرض بؤري يعني بطرف واحد من الجسم، فلازم يراجع الطفل اقرب طبيب او مشفى قريب عنه. لما بيترافق مع اعراض يمكن نسميه أعراض التهاب صحايا، ممكن في صلابة نقرة أو حرارة عالية كتير أو تبدل بشخصية الطفل. يعني الطفل مثلا خلال دكتور حس إنه في وجع راس خلال فترة 6 أشهر، تصرفاته صارت تتغير. يعني صار الطفل نزق، صار الطفل ما بقى يختلط مع الأولاد، صار يحب يقعد بالبيت كتير، صار طفل. فهدول كمان لازم راجع الطبيب يعني بأسرع وقت ممكن. لما يرافق مع اضطرابات بنسميه اضطرابات بالساحة البصرية، يعني الطفل صار عنده فقدان رؤية مفاجئ، ما بقى يشوف مثلا. هاي الحالات كمان المفروض الطفل يراجع فيها أقرب طبيب. لما يكون في، هاي نركز عليها كتير، يعني الطفل صار عنده إقياءات معندة مثلا، خاصة اللي يفيق من النوم. لما الطفل يفيق من النوم من وراء الاستفراغ أو من وراء صوج رأسه، كمان لازم نراجع الطبيب. وهي بصراحة حالات يعني نحكي فيها مشان إيمة تراجعونا، مشان يطمنوا إنه بقية الحالات الثانية كلها حالات عابرة. أي من هالجمل اللي حكيناهم لما يجي مع طفلك فلازم تتسرعي وتخافي، أما الباقي أبدا لازم ما تخافي يعني. تماما. دكتور، هاي كمان بجميع الأعمار والفئات يعني حتى جميع الأعمار. تماما. دكتور، من شوي حكينا عن موضوع التشخيص والفحص السريري، يا ترى لشو بتلجأوا أو أدواتكم اللي عم تشخصوا فيها الطفل؟ يعني بما معنى أنه إيمة الطبيب بيلجأ لأنه يعمل CT دماغ، بما يعني أنه طبقي المحوري للدماغ، إيمة بتلجأوا له؟ هلا موضوع الطبقي كتير موضوع مهم بالنسبة للأهل، طبعا بشقين. الشق الأول إنه في عالم تجي تطلب تقول دكتور بدنا نعمل طبقي، ابني عم يشكي من راسه بدنا نعمل طبقي. نعم. يعني هاي كتير بتمعطر معنا، نقول خليني 50% من العالم إنه ابننا عم يشكي من راسه بدنا نعمل طبقي، تمام. الشق الثاني من العالم من الأهل بيراجعونا إنه يرفضوا تماما. يرفضوا تماما إنه هاي أشعة، إنه هاي الطرفين بنقول يعني انه خلص في على يعني اذا شفنا 1 2 3 4 لازم نعمل طبقة. اما غير مواضيع لا خلص، يعني انت تفحصوا الطفل كويس ما في شيء تطمنوا بتروحوا. اما نلجأ لاجراءات تشخيصيه خاصه الطبقي، اشياء عن الطبقي يعني، تمام. مثل ما حكينا لما يكون في علامات عصبيه غير طبيعيه. لما يكون عندنا علامات عصبيه غير طبيعيه، طفل صار عنده خزل شقي طرف واحد بس، طفل عنده لقوه، صار عنده حركه بتمه، هاي بنعمل له طبقي. الطفل لما يصير عنده تراجع بالاداء المدرسي، صداع، طبعا هدول كل الحالات المحليه المترافقه مع صداع. يعني طفل عنده صداع صار عنده تراجع بالاداء المدرسي، شيء واضح، او تراجع بمعدلات النمو. طبعا كتير بتمر معنا الحالات هاي، انه طفل كان مثلا والله كان عم طوله وزنه كويس، فجأة توقف طوله وزنه او بلش يتراجع وصار يشكي من راسه. يعني كتير بنشوف الحالات هاي، هدول لازم نعمل طبقي. صار عنده تبدلات سلوك واضحة،
يعني لما نحكي عن تبادلات سلوك واضحة، يعني مو الطفل مثلا زعل شوي نقول والله لازم نعمل طبقي. لا، في تبادلات بالسلوك واضحة بتصير معنا يعني. الشغلة الثالثة هاي نركز عليها، الصداع اللي يوقظ الطفل من النوم. لما الطفل يفيق من النوم من وجع راسه، يعني انه هاي صداع من الشدة اللي يخلي الطفل يفيق من النوم، خاصة الصباح باكر، صداع الصباح الباكر كمان هدول لازم نعملهم طبقي للدماغ يعني. لما الصداع يترافق مع نوبات اختلاج، اي صداع مع نوبة اختلاج لما يترافقوا مع بعض كمان هدول لازم نعملهم طبقي. الصداع المتلاحق او العنقودي عند الطفل بنسميه، لما تيجي حالات متكررة بنفس اليوم، يعني صار تيجي الحالات مثلا ربع ساعة بعدين يتوقف، كمان ربع ساعة بعدين يتوقف، كمان ربع ساعة وبعدين يتوقف. خاصة اللي عمره تحت عمر 5 سنين. أي صداع بنسميه صداع متواتر بشدة أو عنقودي نحن بنسميه، بتيجي مثل عناقيد يعني. تحت عمر 5 سنوات المفروض نعمل له طبقي كمان. لما هلا حكينا عن انه الطفل لما يجي نوبة الشقيقة قبل النوبة ممكن تصير عنده حالات تبدلات بالرؤية. لما تكون قبل، بالعادة لما تكون قبل نوبة الشقيقة، مثلا طفل غبش عيونه، طفل صار يشوف زجزاج، لما بلش نوبة الصداع إذا راحت فغالبا هاي ما في شيء خوف. أما لما بذروة الصداع، لما الطفل بذروة الصداع وصار يشكي من هالشغلات هاي كمان، فممكن هذا ينعمل له طبقي يعني. تمام، هاي في فرق بيناتهم يعني. في حالات تانية يعني لما يكون صداع شديد ويزداد أثناء السعال، مثلا طفل لما يسعال أي سعال خفيف أو حركات خفيفة، لما بيزيد الصداع كتير كمان عنده، فهي كمان ممكن نعملهم طبقي. هاي أهم الحالات اللي ممكن نلجأ للطبقي. يعني مو كل طفل يجي الأم لازم نقول نعمله طبقي إذا ما فيها الشغلات هاي. وبالنسبة للطرف الثاني اللي يرفضوا تماما، تمام، ليش يرفضوا تماما؟ يعني تمر معنا حالات كتير هيك، يعني لما نقول مثلا خلينا نعمل طبقي لأنه في وحدة من هدول، لا دكتور نخاف من التخدير، نخاف من الأشعة. للأسف بيوصلوا أحيانا درجات حالات بتجينا يعني بمراحل متأخرة كتير، يعني سواء كان على سبيل التهاب دماغ أو أورام بدماغ بيجونا بمراحل متأخرة كتير يعني. تمام. وبنفس الوقت في أهل بيجوا لعنا والله مثلا ابني بيترك اللعب، بيجي بيقول عندي راسي بيوجعني وبيرجع يلعب مرة ثانية، بدنا نعمله طبقي. ولا ما في داعي طبعا يعني. نقول له لا ما في داعي طبعا. بيركزوا كتير علينا، الطبيب بيحتار. بيركزوا كتير علينا. نحن نقول لا، يعني ما الطفل اللي بيجي بيقول لك والله شوي براسي بيوجعني وبيروح، خلص هذا الطفل اكيد ما في شيء بيخوف عنده لما بيكون عنده هيك. او طفل طول النهار عم يلعب مثلا، بس يصير وقت لما بيرجع بالمدرسه بيشكي من راسه، طول الوقت الثاني بيكون عم يلعب وبيلعب ما في اي وجع راس، كمان لا تخافوا منه. ليش نقول لا تخاف؟ لأنه الأهل كتير يا دكتور كل شوي بيجي بيقول راسي عم يوجعني مثلا. مثلا بيترك بيجي ثواني وبيروح، لا معته في سبب. وحتى في كتير عالم نعمل طبقي، بنعمل فحص كامل، بنعمل كل شيء مجموعات، بنقول خلاص يعني لا ما في شيء يخوف. بيرجعوا لا والله كل أسبوع 10 أيام بيجي بيقول لي والله شوي راسي بيوجعني، يعني نقول والله خلاص لازم نعطي دواء للأهل مو للطفل يعني. لازم نعالجكم انتم يعني، خلاص يعني لا ما بدها التوتر هاي، تعطوا أهمية لا خلاص انتم اعطيتوا أهمية، بالعكس اعطيتوا أهمية، عملتوا التقييم، راجعتوا الطبيب، طمنكم الطبيب، خلاص يعني هاي يعني هذا الأهمية الكبرى اللي اعطيتوا اياها. لما الطبيب يطمنكم ويعني خلاص فما في داعي لهالتوتر هذا اللي كتير حتى الطفل يتأثر منه. صح. تمام. لأنه حتى الطفل خاصة من الأعمار، خلينا نحكي من 4 ل 5 6 سنين، لما يكون في أكثر من طفل بالبيت أو حتى طفل ولدان جديد، نعم. هالمسألة الغيرة وهدول، فكتير بيقولوا مثلا والله شوي راسي بيوجعني، مشان يلاقوا هالاهتمام من قبل الأهل. ليش حكينا العلامات الشغلات اللي ممكن نخاف منها؟ إذا ما فيها الشغلات هاي بقيت الشغلات سهلة. حتى أنتوا بالبيت فيكم تطمنوا انه ما في داعي تراجعوا هذا. اذا لقيتوا اي شغلات هاي تخوف لازم تراجعوا الطبيب باسرع وقت ممكن يعني. تماما. رح نختم لقائنا حتى هاي كانت ضمن نصائح وقائيه للاهالي ولا اللي عندهم اولاد. طبعا دور الاهل في العلاج والوقايه، رح نختم لقائنا بهالسؤال هذا عند الدكتور احمد. لا اي درجه بيلعب دور وأهمية موضوع العلاج والوقاية منه؟ هلا طبعا الأهل معظم العلاج يعني أو كل العلاج، خلينا نحكي بالموضوع يعني، حتى المسببين هن كمان حتى هن مسببين يعني. تمام. لأنه مثل الحالات الخطيرة عند الصداع يعني نادرة اللي تسبب، فمعظم الحالات الثانية هي حالات غالبا يا إما نفسية
يا اما سلوكيه، يا اما خطا بتعامل الاهل، صح. يا اما ممكن حتى يعني نحكي عن نوبات شقيقه عند الاطفال. يعني الاهل يرفضوا الفكره، لما الاهل يرفضوا الفكره انه والله في مرض اسمه شقيقه، في مرض اسمه صداع توتري عند الاطفال، يعني والطفل بيكون مثلا عم يوجع راسه بدون ما يتعالج وبدون ما يتقبلوا الفكره. فاهم شيء ننصح الاهل، فيهم ان طبعا الابتعاد عن كل شيء محرض للصداع عند الاطفال. يعني مثلا الاكلات الجاهزه، أيوة. الوسائل التواصل عند الاطفال، والالعاب، الموبايلات والكمبيوتر عند الاطفال، هاي الشغلات هاي اللي بتعمل كتير وجع عند الاطفال. يعني بيمر علينا الطفل يقول دكتور والله يعني نفحص طفل ما فيش، طب بعد ابنك على الموبايل بيرجعوا لعنا بعد 15 يوم، والله ليش والله دكتور ابني ما تحسن. طب مثلا حاولتوا تبعدوا عن الموبايل، والله دكتور عمه شفق عليه اشترى له تاب. تماما. تصور يعني لهالدرجه هاي. مثلا والله ابوه لا يبكي، ابوه شفق عليه، ابوه ما خلاه يبكي. طبعا كويس تهتموا بطفلكم تماما، يعني الاهتمام بالطفل شغله كتير كويسه، بس مو بهالطريقه، يعني مو بهالطريقه مشان ما تؤذوا الطفل. التوتر بالبيئة العائلية، يعني المشاكل الاجتماعية، المشاكل العائلية كتير بتأثر على الطفل، سواء كان يعني موضوع حلقتنا أو كل المواضيع الثانية. ينتبهوا على أولادهم مثلا بالمدرسة. يعني الأولاد كتير لما بيروحوا على المدرسة كتير مشاكل، حتى نحن لما كنا صغار وكل العالم لما كنا صغار، يعني يسألوا عن أولادهم بالمدرسة. يعني إذا شاف طفلهم متغير أو يشكي بشكوى، أي شكوى كان، سواء كان صداع أو بيتحجج له على المدرسة، معناته الطفل ابنك ممكن يكون عنده مشكلة بالمدرسة، يعني سلوكية. فلا تضغطوا على أولادكم بالمدرسة، واسألوا عنهم بالمدارس، يعني مشان تعرفوا شو سبب هالحالة اللي تغيرت عند الطفل. يعني وبالأخير حاب طمنون يعني أنه الحالة الصداع عند الأطفال حبينا نحكي فيها كتير، لأنه بصراحة شائعة كتير. صح. يعني صار شائعة كتير عند بعياداتنا هيك. فحابين حكينا على الموضوع مشان الأهل يطمنوا إنه معظم حالات الصداع عند الأطفال هي حالات ما خطرة أبدا، يعني ما في خطورة أبدا. حتى حكينا 50% من الحالات نلاحظ إنها بتتحسن مجرد الأهل يطمنوا أو مجرد الطفل يطمن. تمام. ألف شكر لكم دكتور أحمد أخصائي بأمراض العصبية عند الأطفال على الاستضافة الحلوة والمعلومات القيمة. شكرا كثير لكم. شكرا لكم على حسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير FM. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. ضلوا بخير وسلامة.